يا جماعه عاملين ايه النهارده؟ فيديو ترى مشتريات ميك اب. يعني انا بجد مش مصدقه نفسي ان احنا اخيرا هنعمل فيديو مشتريات ميك اب، عشان انا اشتريت ميك اب يعني، فانا مبسوطه بيه وكده. فهنعمل بيه النهارده ريفيو، او يعني هجربه معاكم، اقول لكم ايه اللي عجبني ايه اللي ما عجبنيش. لو انت اول مره تيجي ما تنسيش تشتركي في القناه. انا اسمي مروه، وانتم متابعيني اعملوا لايك، وبرده لو انت اول مره تيجي اعملي لايك، اعملوا لايك كلكم يا جماعه عشان تشجعوني عن الفيديو ده. ويلا بينا نبدا ونشوف اول حاجه هجربها معاكم. يعني هنمشي على خطوات الميك اب العاديه، وفي نفس الوقت وانا بجرب معاكم الميك اب اللي انا جبته النهارده ايه اللي انا هصوره لكم النهارده، اللي انا جبته اصلا من قبل كده. اول حاجه جبتها مش عارفه هو ليه الموبايل عامل تحسوا فيه فلاش كده او في حاجه غريبه، بس المهم ان هو ده، عشان لو قربت هيعمل زي فلاش كده. ده كونسيلر من مايت سينما. الدرجه بتاعته كام؟ هو مكتوب عليه 15/10. اعتقد ان هو ده الدرجه بتاعته 15/10، يعني 1510، مش عارفه. ومفروض ان هو 15 ملي، ومفروض مكتوب ان هو فول كفرج سوبر ستي، بقى ان هو بيفضل قاعد فتره طويله. هنجربه سوا. هو انا هجربه معاكم، بس انا برضو يعني واخده عنه فكره علشان اعرف برضو اكلمكم عنه. انا رطبت تحت عيني وهقول لكم ليه دلوقتي. هنبدا ندمجه. المفروض ان هو فول كفرج فول كفرج. انا رطبت تحت عيني ليه بقى؟ لان هو انا لما جيت استخدمه قبل كده وانا بجربه زي ما قلت لكم، بحس ان هو بيحتاج شويه كده في الدمج، تضغطوا عليه كده شويه علشان يدمج، مش سلس كده، مش مرن معاكم في الدمج. علشان كده رطبت عيني كويس قوي، او رطبت تحت عيني يعني كويس قوي. فزي ما انتوا شايفين، انا شايفه ان هو التغطيه بتاعته متوسطه، مش فول كفرج زي ما هما بيقولوا. التغطيه بتاعته متوسطه. اعتقد لو اتدمج بفرشه، بس انا مش عندي فرشه للكونسيلر يعني عموما. بس ممكن وارد تكون الاسبونشة شفطت منه شويه، وارد. يعني ممكن نقول عليه ان هو فوق المتوسط، مش كفر كامل يعني، فاهمين قصدي؟ بس توتال انا شايفه ان هو حلو جدا جدا جدا. عجبني، ولو هشتري منه تاني. انا قربت لكم علشان تشوفوا كده الكفر بتاعه. زي ما انا قلت لكم هو متوسط او اعلى من المتوسط شويه، لكن مش كفر عاليه قوي. فحاسه ان هو ممكن يكون استخدام يومي عادي، او ممكن لو رايحين فرح مثلا مش حاطين ميك اب سواريه، او لو انتي نازله مش حاطه ميك اب كامل اللي هو حاجات بسيطه كده، فحاسه ان ده هيكون مناسب للموضوع ده. انا دمجت الاجزاء اللي انا عملتها دي، ووزعت الباقي بالسبونج كده على وشي، وثبت بلوز باودر علشان اعرف اكمل معاكم الميك اب دلوقتي. تيجي نحط البلاشر الاول. تعالوا نحط البلاشر بتاعت بريتي وومن. بصوا يا جماعه، هي صغيره قوي. المفروض ان دي درجه 07، درجه رقم 7. هي مديه على خوخي كده شويه، بس الدرجه بتاعتها انا بحب الدرجه دي قوي قوي. قولولي اكتر درجه بحبها في البلاشرات، الدرجه دي. بصوا يا جماعه، حلوه قوي قوي قوي، بيجمنتد كده، ومش هتصدقوا ان دي ب25 جنيه يعني. بصوا الحلاوه، بصوا حلوه ازاي. انا برضو دي جربتها قبل ما انا اطلع اوريها لكم. دي قلت لكم خلونا نبدا بالبلاشر الاول، عشان حبيت ان انا احط كده بيها فوق عيني اي شادو، علشان كاننا عاملين فول ميك اب يعني وكده. انا اي شادو كده خفيف بالبلاشر بتاعت بريتي وومن. درجه كده خوخي، او
درجة نوت كده يعني حلوة قوي عجباني. وبصوا هي حلوة قوي، وحاسة ان هي قوية يعني، حطيت منها كده بسيط، قوية جدا، بيجمنت قوي بجد يا جماعة. ب25 جنيه، حلوة قوي. احنا جبناه ورجعناه تاني. فده الايلاينر بتاع اماندا ميلانو، هو ده. خلونا نحطه مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم انا جربته قبل ما ابدا الفيديو، زي ما قلت لكم على كل الحاجات التانية. وانا ليه بحط ايلاينر على كاميرا الموبايل؟ موضوع صعب قوي. خلوني اجيب مرايه، استنوا اجيب مرايه. رسمت الايلاينر بره الكاميرا عشان ننجز نفسنا، لان انا مش عارفه ليه عيني دي قعدت كتير قوي اظبط فيها، وعيني دي في ثانيه مش عارفه. نفس الايلاينر يتظبطوا زي بعض يا جماعه. انتوا عندكم نفس المشكله؟ يعني العين بتتعمل قبه ايه ثانيه، والعين التانية سنه. فانا رسمت بيه. بصوا خلينا اوريكم العين المظبوطه، سيبكم من العين التانية. حاسه ان هو سواده حلو قوي قوي، يعني تحسوا ان هو مفهوش لمعه، السواد اللي هو الكاتم شويه. فعجبني، علشان كده لما انا رسمت بيه قبل كده طبعا قبل ما ابدا معاكم الفيديو عجبني بسبب ان هو مفهوش اللمعه. انتوا فاهمين قصدي؟ مش لمعه. بيبقى فيه كده ايلاينرات بيبقى فيهم لمعه، حاجه كده كانك مش مطفي. ده مطفي كده شويه، فعجبني قوي. والروج ده بتاع جولدن روز، الدرجه بتاعته فين؟ الدرجه مش عليه درجه، يلا مش مهم. معقوله مش عليه درجه؟ هو درجته يعني شايفينها، ده هو الدرجه دي، اللون ده يعني، بس مش مكتوب عليه بجد يا جماعه درجه. عايزه اقول لكم ان هو كريمي قوي قوي. انا ليه بحرقه قبل ما احط؟ يعني ليه بحرق؟ انتوا هتشوفوا معايا. بصوا كريمي جدا جدا. وبحب قوي في الروجات دي ان هي انت ممكن تحددي بيها، وفي نفس الوقت ممكن تحطي بيها كده يعني. درجة رهيبة. تحفة. عارفين انتوا الروجات اللي هي بيقولوا الدرجات اللي بيقولوا عليها مخملي، مخملية، مخملي صح تقريبا يعني. هو انا حاسة ان هو كده، اللي هو درجة ترابية كده، درجات الالوان الترابية وشتوية كده دافية. خلاص بما ان يا جماعة النهاردة انا حاسة ان الجو خلاص بدأ يشتي شوية، مش يشتي يعني كده، هتحسوا ان الجو فيه نسمة كده شوية ساقعة كده عن الفترة اللي فاتت. فخلاص احنا داخلين على الشتاء، للناس اللي بتحب الشتاء. سيب اللوك كده. هو ده طبعا ده عندي من بدري، بس حبيت ان انا احط هايلايتر كده عشان يبقى، عارفيني بحب الهايلايتر قد ايه يا جماعه. ايه رايكم في الميك اب؟ ايه رايكم في الحاجات اللي انا وريتها لكم؟ في حاجه عجبتكم منها ناويين تشتروها بعد ما انا وريتكم الريفيو ولا لا؟ بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الميك اب اللي احنا حطيناه النهارده ومن الحاجات اللي انا وريتها لكم النهارده. طبعا حاجات بريتي وومن مش غاليه، اغلى حاجه فيهم بتاع اماندا ده، لكن دول التلاتة دول مش غاليين خالص. فانا شايفه ان انتي لو حابه تجيبي ميك اب تبداي بيه، شايفه ان هم دول حلوين قوي. لو انتي مش بتحطي ميك اب وعايزه تشتري ميك اب، هاتي من حاجات بريتي وومن، هاتي جولدن روز، هاتي الكونسيلر ده حلو قوي، الكفر بتاعه حلو متوسط، ولكن بيحتاج دمج كده شويه، يعني عايزين تدمجوه شويه وترطبيه تحته يعني كويس، وهيبقى حلو قوي قوي معاكي. والبلاشر دي انا شايفه ان انت ممكن تعملي بيها بلاشر، تحطي بيها اي شادو، وطبعا ايلاينر. عجبوني قوي وحلوين قوي. وبس كده، اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سيبولي في الكومنتات حابين تشوفوا ايه الفتره اللي جايه، اكتر فيديوهات حابين انا اصورها لكم. وباي باي.